المراجعة النهائية لتشكيلة المنتخب قبل مباراة الأرجنتين بمدينة كانساس سيتي. بيتكوفيتش يريد أن يضع اللمسات الأخيرة أمام هذا المنتخب، أمامكم بوليفيا، قبل الاختيارات الأخيرة وتحسين ربما التشكيلة أحسن بحضور بعض الجماهير خاصة أنصار المنتخب الجزائري فوق المدرجات. ضربة البداية الآن لبوليفيا أمام المنتخب الجزائري الذي يبدأ ضاغطا. مندي، آيت نوري، عمورة، آيت نوري، انطلاقة على الجهة اليسرى داخل منطقة العمليات، توزيع الأرضية صعبة، تحضير محرز، يحاول بوداوي، الكرة مرت إلى ركنية. آيت نوري، كرة في الوسط، ثنائية هائلة ممتازة العملية. عمورة، يا سلام، مندي، بن طالب، مازا من جديد يحاول يوصل بن بوعلي، صعبة خطيرة وجانبية. عمورة أخطأ التقدير إلى ضربة مرمى للحارس لومبي. مندي، مندي من جديد بعد عن عمورة، محاولة، عمورة يسدد فوق المرمى في أول محاولة من عمورة، تسديد على مرمى الحارس لامبي بعيدة إلى ضربة مرمى. محاولة الخروج على الجهة اليسرى للمنتخب بوليفيا، يرجع من جديد على الجهة اليمنى، صعبة هذه الكرة وفرصة، هذه فرصة يسدد عمورة. 5 لاعبين 6 لاعبين جزائريين على الخط بالراس من الدفاع. من جديد صعبة، أول هدف في المباراة. مندي يتمكن من الوصول إلى الشباك، مندي في المكان المناسب في هذه الكرة واللقطة بعد تنفيذ مخالفة من محرز مباشرة من الدفاع، ثم عادت في المرة الثانية أمام المرمى. مندي ينتظر في الكرة ويسجل أول أهداف المباراة للمنتخب الجزائري أمام بوليفيا. فرنانديز، كرة عمورة صعبة، عمورة، يا سلام، ولكن أرضية. الحارس يتمكن من التصدي لهذه الفرصة الكبيرة أمام عمورة. بطاقة صفراء، مطالب تدخل بقوة، تلعب بسرعة من هناك، صعبة الكرة، صعبة، والحارس بن بوط في المكان المناسب ينقذ مرماه. هناك راية مرفوعة وضعية التسلل كانت من فرنانديز على الجهة اليسرى، وعلى الجهة اليمنى للحارس بن بوط الذي يقوم بدوره كما ينبغي في محاولة لحماية اللاعبين وخاصة حماية المهاجمين. في كل مرة يكون هناك تدخل أو محاولة للتدخل. عمورة يحاول في هذه الكرة، يوزع كرة داخل منطقة العمليات، سهلة للحارس لومبي. حكم المباراة ينهي الشوط الأول، ضربة البداية للشوط الثاني بالإشارات المعروفة. زروقي، عوار، بالعيد يوصل لحاج موسى، حاج موسى داخل منطقة العمليات، شيبي والدفاع لوكاس، طويلة الكرة، لومبي، زروقي، تبادل كرة هايلة بينية ممتازة من هناك، محاولة داخل منطقة العمليات، يا سلام، بولبينا يحاول هدف الثاني
من البديل جويري داخل منطقة العمليات بعد عملية هجومية. تبادل كرة بولبنا يلعب مع جويري، والهدف الثاني للمنتخب الجزائري. في الدقيقة 7 من الشوط الثاني. في الشوط الأول وسجل جويري في الشوط الثاني. في الوسط عوار، حاج موسى، عملية هجومية، محاولة البحث عن بولبينا داخل منطقة العمليات. يوصل بولبينا، صعبة وخطيرة، بولبينا من جديد، جويري الهدف الثالث والثاني لجويري بعد دقيقتين من الهدف الثاني. عملية هجومية سريعة مرتدة للمنتخب الجزائري تكلل بالنجاح وبالوصول إلى الشباك. بولبينا عمل كل شيء في هذه الكرة، وبعد ذلك قدم تمريرة حاسمة لجويري البديل الذي سجل الثنائية. ستيل البديل الآخر، كرة من جديد، حاج موسى، يا سلام في الشباك. الرابع للمنتخب الجزائري حاج موسى. أنيس انفراد بالحارس، لا يضيع مثل هذه الكرات. دخل المنتخب الجزائري بقوة في الشوط الثاني. حاج موسى يضيف الهدف الرابع. دخل بقوة المنتخب الجزائري، ضغط واستغل الكرات والفرص باستعمال السرعة في التنفيذ. أنصار المنتخب فوق مدرجات الملعب، تشجيعات متواصلة والفرحة لهذه المباراة بالنسبة لبيتكوفيتش. ركنية لمنتخب بوليفيا على الجهة اليسرى للحارس ماستيل بالرأس، محولة جانبية بالعيد. لما شايبي ثم توغاي يمرر، يستلم شايبي بالعيد، توغاي والبناء يحاول يسدد بين أحضان الحارس. في الوسط الميدان سحب القدم اليسرى غير الاتجاه مباشرة، متابعة من حاج أنيس ممتاز، يا سلام بمهارة وبطريقة فنية. شيبي، عوار، جويري، شيبي، حاج أنيس أو حاج موسى أنيس، أنيس من جديد، شيبي يبحث عن التحرك، يفضل بولبينا، توغاي، حجام، زروقي، أنيس في محاولة لإعادة ما فعله مع هولندا. شيبي يحاول حاج موسى، تعود الكرة لبلغالي، يحضر حجام فوق المرمى. يومار، جويري أم بولبينا أم حاج موسى بالقدم اليسرى أم اليمنى. حكم يطلب هاي الكرة وجانبية. في هذه الأثناء حكم المباراة ينهي هذه المباراة، اللقاء الودي أمام
بوليفيا المنتخب الجزائري فاز برباعية مقابل لا شيء. سجل مندي في الشوط الأول للمباراة في الدقيقة 43. في الشوط الثاني عاد كويري وسجل ثنائية، دخل وسجل ثنائية في الشوط الثاني. بعد ذلك حاج موسى سجل الهدف